السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة بإذن الله احنا هنراجع مع بعض نماذج لخرائط اللي قد ترد منها بعض النقاط في الامتحان لآخر العام. نبدأ بأول نموذج أو أول خريطة معانا، والخريطة بتاعتنا مطلوب منك تحدد مدلول 4 أرقام. أول رقم هو بيعبر عن أكبر الدول إنتاجا للحبوب الغذائية. المكان ده سنة تانية أكيد انتوا عارفين الدولة دي، والدولة دي مشهورة بإنتاج الحبوب الغذائية. برافو، طبعا مصر. 2 دولة بتتم فيها السياحة الدينية. برافو، السعودية. 3 أهم الدول إنتاجا للمنجنيز. برافو، هنا المغرب. 4 البحر. ممتاز، طبعا البحر المتوسط. وتاني نموذج معانا كمان محدد ليك 4 أرقام، وطالب منك تعرف مدلول كل رقم. 1 أولى الدول المنتجة للأرز. برافو، مصر. 2 دولة منتجة للفوسفات. برافو، المغرب. 3 دولة منتجة للبترول. برافو، السعودية. 4 دولة منتجة للحديد. برافو، موريتانيا. النموذج الثالث أو الخريطة الثالثة معانا 5 أرقام، طالب منك تعرف مدلول كل رقم بيدل على إيه. 1 أولى الدول العربية إنتاجا للنحاس. برافو، المغرب. 2 من الدول المنتجة للفوسفات. برافو، تونس. 3 أولى الدول العربية إنتاجا للتمر. برافو، المكان ده أكيد دي دولة العراق. 4 البحر الأحمر. 5 المحيط موجود في الغرب، طبعا المحيط الأطلنطي. النموذج الرابع للخرائط بتاعتنا معانا 4 نقاط، وطالب منك تعرف مدلول كل رقم في دول بيدل على ايه. 1 المنطقة دي سنة تانية بتتم فيها الزراعة على المطر، فالمنطقة دي ايه؟ برافو، دي جنوب موريتانيا. 2 الدولة دي من الدول المنتجة للقطن وقصب السكر. برافو، السودان. 3 دي من الدول أو بتعتبر ثالث الدول في إنتاج القمح. برافو، سوريا. 4 دي طبعا بتعتبر من ثاني الدول في إنتاج النحاس. برافو، دي عمان.